السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في قناة اسهل الوصفات مع مريم. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم باذن الله كنقترح عليكم صابلي كيجي مقرمش وهشيش، اقتصادي وسهل في الطريقة. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 250 غرام مارغرين. انا استعملت ديال العلبه. عندي هنا كيس سكر فانيلا، بيضه كامله واصفر بيضه، والبياض كنحتفظوا به للتزيين. غادي نحتاجو هنا كاس غير مملوء سكر حبيبات، 2 معالق كبار يكونوا مملوئين بودره الكاكاو، قبيصه ديال الملح، والطحين الكافي باش غادي نجمعوا العجين. على بركة الله. بالنسبة لطريقة التحضير، في واحد البول غادي نوضع المارغرين. من الأحسن تكون بحرارة المطبخ. تقدروا تستعملوا حتى الزبدة من أصل حيواني، حتى هي كتجي مزيانة في هاد الصابلي. غادي نضيف كيس سكر فانيلا من وزن 7 غرام ونصف، والسكر سنيدة، وقبيصة ديال الملح. وغادي نخدم هاد المكونات جيدا بالضراب الكهربائي. تقدروا تخلطوا هاد الصابلي ديالكم عادي غير في القصريه. هنا كيف ما كتشوفوا ضفت بيضه كامله واصفر بيضه. كنخدم مزيان هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كيندمجوا. صافي. هنا من بعد غادي نضيف البودره ديال الكاكاو. كنغربلوها ضروري باش نزولوا دوك الحبيبات اللي كيكونوا فيها. وغادي نضيف دابا الطحين حتى هو كنضيفو تدريجيا، وراني غربلته من قبل. من الاحسن تستعملوا الطحين اللي كيكون من النوع الجيد اللي كيكون خاص بالحلويات. صافي كنبقى نضيف فيه غير بشويه وانا كنجمع في الحلوى. نحاولوا ما ندلكوش الصابلي ديالنا باش ما كيتجمعش لينا في الفران. كنبقاو نجمعوا فيه غير بالاصابع ديالنا حتى كنتحصلوا على عجينه كتكون رطبه ومتماسكه. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما جمعت العجينه صافي غادي نقسمها على 2، وغادي نغلفها بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخليها ترتاح واحد نصف ساعه. تقدروا تدخلوها للثلاجه صافي حتى كترتاح، وغادي ان شاء الله نخدموها مع بعضياتنا. من بعد ما ارتاحت العجينه خديت هنايا 2 قطع ديال البلاستيك، وغادي نسرح ما بيناتهم العجينه بالمدلك بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. كنسرحوها تكون رقيقه ما تكونش غليظه، حيت غادي نلصقوا 2 مع بعضياتهم. صافي. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما سرحتها كنقلب العجينه وكنزول القطعه ديال البلاستيك. صافي. وغادي نجيب القطعه. انا استعملت هذا الشكل اللي كيكون بيضاوي، وتقدروا تستعملوا اي قطعه متوفره عندكم، دائريه او مربعه. صافي. وكتقطعوا العجينه ديالكم بهذا الشكل. غير كنضغطوا، نحاولوا ما نديوش ايدينا ونجيبوها باش ما كيديفورماش لينا الصابلي في الفران. صافي. كنقطعوا بهذا الشكل حتى كنقطعوا العجينه كلها. صافي. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما قطعت العجينه غادي نزولها ونوضعها في الطاوه ديال الفران.
هنا كيف ما كتشوفوا هذا هو السمك ديال العجين كيكون رقيق. صافي غادي نستف الصابلي ديالي في الطاوه مفرشه بالورق ديال الطهي. تقدروا دهنوها بالزيت وترشوها بالطحين. صافي كنستفهم هنا، واخا كنحطوهم حدا بعضياتهم حيت ما فيهمش الخميره كاع ما كيتنفخوا. وبالنسبه للعجينه اللي بقات عندي كنزيد عليها شويه ديال العجينه وكنجمعهم بهذا الشكل. كنحاولوا ما ندلكوش العجينه، غير كنجمعوها صافي. وغادي نسرحها بنفس الطريقه، وغادي نزيد نكمل نعمر الطاوه. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما عمرت الطاوه ديالي كلها بالصابلي. بالنسبه للتزيين غادي نحتاجو اللوز ايفيلي، تقدروا تعوضوه بالكاوكاو ايفيلي حتى هو راه كيجي مزيان. عندي هنا واحد 2 معالق كبار ديال الزنجلان بيض، و2 معالق كبار ديال زريعه الكتان. انا بالنسبه للوز ايفيلي تقريبا استعملت واحد زلافه صغيره. صافي وكنجمع هاد الخليط بالبياض ديال البيض. نحاولوا ما نكثروش البياض بزاف، غير الجهد اللي جمع لينا هاد الحشوه او هاد الخليط، باش باش البيض ما يعطيش الكشكوشه في الصابلي. صافي كنزين بهاد الخليط الوجه ديال الصابلي. بالنسبه للصف كنزين به، والصف كنخليه فارغ. صافي هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما زينت الصابلي ديالي بهاد الطريقه، غادي ندخلو الفران. سخنته من قبل على درجه الحراره متوسطه تقريبا 180. غادي نخليه يطيب من الفوق في الجهه الفوقانيه، غير كيطيب شويه صافي. وكنهبطو ياخد واحد التحميره او لون ذهبي وكنخرجو. بالنسبه لهاد الصابلي راه دغيا كيطيب، ما كياخدش وقت بزاف، ضروري خاصنا نراقبوه. من بعد ما طاب الصابلي خرجته من الفران وخليته حتى برد. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما طاب. بالنسبه للتزيين اللي درنا ليه كيجي قابط على الصابلي. وهنا كيف ما كتشوفوا راه ما كيتغيرش الشكل ديالو فاش كيكون كيطيب، كيبقى هو كيف طبعناه كيف كيبقى. غير هو ضروري نراقبوه في الطياب حيت رقيق دغيا كيطيب، ما كياخدش وقت بزاف. بالنسبه للحشوه باش غادا نعمر هاد الصابلي، خديت هنا نيسلي كراميل. صافي كنخلطو مزيان بالمعلقه حتى كيندمج، وغادي نلصق به الصابلي. كندير واحد شويه في الوسط صافي، وكنلصق 2 بهاد الطريقه. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نعبر الصابلي ديالي كامل وغادي نلصقو، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي في طبق التقديم. هذا هو الشكل ديال الصابلي من بعد ما استفته في البلاطو. تقدروا تزينوه بخطوط ديال الشوكولات من الوجه. التزيين راه كيبقى اختياري. صراحه هاد الصابلي راه كيجي مقرمش وكيجي لذيذ بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. الى عجبكم هاد لا فيديو ما تنسوش تضغطوا على زر الاعجاب وتخليوا لي تعليقاتكم. واذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. كنبغي نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه، والى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.